السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تخرب أو تنجح حياتك اسمع الدقيقة دي. هما 5 حاجات ومش هنهتم بالترتيب. مبدئيا كده بلاش تنتظم في الصلاة، بس يعني لو فاضي أو مفيش في إيدك حاجة مهمة ابقى صلي. صاحبك اللي بينصحك ده ابعد عنه، خليك مع التانيين، اللي بيرشح لك أفلام، اللي مديك أكونت نتفليكس، اللي بيشير لك أغاني، اللي بيمس عليك بسجاير. الفلوس الحلال القليله اللي بتجيبها من شغل بعد 12 ساعه تعب فكك منها. شوف لك برنامج مراهنات حلو كده، حط فلوسك واكسب قدها 10 مرات، وكل والبس منها وخلي حياتك جحيم، قصدي نعيم. الزكاه اللي المفروض تطلعها كل سنه دي ريح دماغك منها، والصدقه برضه طنش اي حاجه لوجه الله. فلوسك اللي انت تعبت بيها دي حقك انت، اوعى تدي منها حاجه لحد محتاج. التبسم في الوجه وكظم الغيظ عندما يغضبك احدهم ده ما نعرفش عنه حاجه. اللي ما يجيش على هواك يفرد له لسانك ولسوع بيه على قفا اللي جابوه. وسب الدين ده اكيد ده بقى الفيفوريت في الخناقات دلوقتي. وبكده يا جدعان عرفنا مع بعض وب5 خطوات في 60 ثانيه ازاي نخلي حياتنا جحيم او نعيم، ازاي نبوظ او نصلح، وانت ودماغك بقى. ده كان جزء اول ولسه جزء تاني. لايك وكومنت بالصلاه على النبي، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان اول ما ينزل الجزء التاني يوصل لك. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.